بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، مع الجزء الثلاثين من القرآن الكريم ومع السورة الأولى منه، وهي سورة النبأ، قال تعالى: عم يتساءلون عن النبأ العظيم. أولاً، عم أصلها عن وما، وعن حرف جر، وحروف الجر كثيرة لكل حرف معنى. حروف الجر با من إلى، عن لم على، في رب حتى واو منذ حاشا كف عدا، لولا لعل كي خلا. شو معنى جر؟ الأفعال أيها الإخوة أنواع ثلاثة. في عندنا فعل لازم، يعني هذا الفعل يكتفي بفاعله، لا يحتاج إلى مفعول به. نام الطفل، بس هذا فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به. وفي عندنا فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به. أكل الطفل التفاحة، مفعول به. في عندنا حالات قليلة بس دقيقة، فعل قاصر، لا هو لازم ولا هو متعدي، يعني يتعدى بحرف جر، وسمي حرف الجر حرف الجر لأنه يجر تأثير الفعل إلى المفعول به الأصلي، بس هو الفعل قاصر. يعني إنسان له طول جيد وفي شيء معلق قدر يصله بطوله فقط، هذا الفعل المتعدي. أما الفعل القاصر يحتاج إلى أداة ليصل لهذا الشيء، فسمي حرف الجر حرف الجر لأنه يجر تأثير الفعل إلى ما كان في الأصل مفعولاً به. تمام؟ طيب. الآن مثلاً عثرت به، فعل عثر قاصر، نجر تأثيره بالباء، بس عثرت به بمعنى وجدته فجأة. أما عثرت عليه بمعنى آخر، وجدته بعد البحث عنه. الأول عثرت به فجأة، والثاني عثرت به بعد البحث عنه. لذلك أخواننا الكرام، هذه اللغة العربية بشهادة علماء اللغات في العالم هي أرقى اللغات الإنسانية، لكن اللغة تقوى بقوة أصحابها وتضعف بضعفهم. أما هي اللغة الأولى في العالم لأنها لغة متصرفة. في عندنا فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، عندنا اسم فاعل، عندنا صيغ مبالغة اسم الفاعل، عندنا اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم آلة، اسم تفضيل. لغة اشتقاقية، واللغات الاشتقاقية تعد من أولى اللغات في العالم. لذلك الله عز وجل جعل هذه اللغة العربية لغة كلامه. نعم. إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. نعم. فلذلك ينبغي أن نعتز بهذه اللغة وأن نتعلمها. يعني سيدنا عمر يقول: تعلموا العربية فإنها من الدين. تعلموا العربية فإنها من الدين، يعني نظر إلى، واضحة. في رأيت، نظرت غير رأيت. قد تقول رأيت العلم نافعاً، هذه رؤية قلبية وليست بصرية.
قد تقول لاح، يعني شيء ظهر واختفى. أما لمح نظرت وأعرضت، اختلف الموضوع. قد تقول استشف مع تحريك أصابعه، أصحاب الأقمشة يقول لك هذا تترون، لما صوف طبيعي استشف، وإذا تمطى استشرف، وإذا أحب حدج. قال عليه الصلاة والسلام: حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم. لاح، لمح، حدج، رنى، رنوت إلى المنظر استمتعت به. نظر شزرا احتقرته، شخص أنا خائف. في 70-80 فعل كلها عن النظر، بس كل فعل له حالة خاصة. نعم. إذن الفعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، ومتعدي يصل تأثيره إلى المفعول به. وعندنا فعل قاصر. القاصر يستعين بأداة ليوصل تأثيره للمفعول به. هذا الفعل القاصر يستعين بحروف الجر، وما سميت حروف الجر حروف الجر إلا كي تجر تأثير الفعل إلى المفعول به. أخواننا الكرام، شيء دقيق جداً، حرف الجر إذا اتصل بما الاستفهامية حذفت الألف. بما، عما، إلاما. قال الشاعر: إلاما الخلف بينكم إلاما، يعني إلى متى؟ وهذه الضجة الكبرى علامة، علامة ميم. وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. إذن حروف الجر إذا اتصلت بما الاستفهامية حذفت الألف، فإذا اتصلت بما الموصولة اسم موصول الألف تبقى. يعني لو سألت طالباً متفوقاً نال أعلى مجموع في الامتحان، سألته: بما نلت هذا المجموع؟ يقول لي: بما بذلت من جهد. أول ما استفهامية، أما الثانية موصولة. اللغة العربية دقيقة جداً. ومرة ثانية سيدنا عمر يقول: تعلموا العربية فإنها من الدين. يعني لا مانع يكون في كل بيت كتاب لغة عربية، بالسهرة مع أولادك مع أخوانك نفتح موضوع نقرأه مع بعضنا. هذه لغتنا، لغة قرآننا، لغة أمتنا. أخواننا الكرام، الآن الأفعال الأوزان: كتب، فعل. دقق: كاتب، فاعل. قاوم غير قوم، قاتل غير قتل. كل وزن له معنى ثابت. وزن فاعل يعني المشاركة. قاتلت العدو يعني حاولت قتله وحاول قتلي، في مشاركة. وزن فاعل يعني المشاركة. أخواننا الكرام، إذن الأفعال لها أوزان: استعلم طلب العلم، استغفر طلب المغفرة. حينما يأتي الفعل على وزن استفعل يعني الطلب، فاعل المشاركة، فعل التضعيف، إلى آخره. بحث طويل، لكن أنا أنصح الأخ الكريم يعني يحاول يعرف شيء من لغته الكريمة. الآن عما يتساءلون، فعل مضارع. تساءل وزن تفاعل، في مشاركة، يعني السؤال متبادل. مرة يكون السائل فلان، وفلان يكون المسؤول أيضاً. السائل يكون تارة سائل وتارة مسؤول، والمسؤول يكون تارة مسؤول وتارة سائل. الحالة هي المشاركة
يعبر عنها بوزن فاعل، قاوم، قاتل. ما بتقول قاتلت الأفعى، تقول قتلت الأفعى. هي لا تستطيع أن تقتلك، أما قاتلت العدو في مشاركة. لذلك أيها الإخوة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. دقق، لو أن طفلاً قال لأحد أقربائه في العيد: أنا معي مبلغ عظيم، كم تقدره؟ المعنى يتناسب مع القائل. طفل جاء العيد وانتهى العيد وزاره أحد أقربائه، قال له: معي مبلغ عظيم، يعني 100 دينار، هذا أقصى رقم. فإذا قال مسؤول كبير في دولة عظمى: أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً 500 مليار، نفس الكلمة قالها طفل فقدرت ب50 دينار، وقالها مسؤول كبير في دولة عظمى: أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً 500 مليار. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك، فإذا قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك أعظم شيء أن تعرفه: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إذن عما يتساءلون عن النبأ العظيم. العظيم وصفه بأنه عظيم، فكم هي عظمته؟ يعني في مئات الأمراض، لكن في مرض مخيف، الورم الخبيث، هذا قد ينتهي بالحياة. في عندنا أمراض عادية كثيرة جداً، بس في مرض مخيف، الورم الخبيث، فهذا نبأ عظيم، يعني نبأ مصيري. هذا الموضوع يحدد مصيرك: إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. هذا النبأ متعلق بسعادتك، متعلق بسلامتك، متعلق بدخلك، بإنفاقك، بأسرتك، ببيتك، بمن حولك، بمن فوقك، بمن تحتك. نبأ عظيم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما في معها هون قضية تسلية. إن هذا العلم دين، يعني إذا إنسان سمع حديث وما فهم فحواه بالضبط قد ينحرف. يعني مثلاً شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا الحديث يحتاج لشرح ساعة لئلا تفهمه خطأ فتكثر من المعاصي. إذن النبأ العظيم الخطير المصيري. نعم، مثلاً كل إنسان تاجر يخسر أحياناً، والخسارة مؤلمة جداً، لكن حينما يخسر الإنسان آخرته: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن في مليون خسارة بالحياة، بس في خسارة واحدة أكبر خسارة واحدة أخطر خسارة. أنت حينما تستقيم على أمر الله، وحينما تعبد الله، وحينما تتوجه إلى الله، وحينما تخلص لله، أنت تبتغي ماذا؟ دقق، تبتغي اللانهاية. الله وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض، ما لا نهاية. شو معنى بلا نهاية؟ يعني أكبر رقم 1 هنا وأصفار إلى نهاية الطاولة، كل ميلي صفر، شيء 400-500 مليار من هون لهون. طيب إلى آخر المسجد كم هو الرقم؟ طيب 1 بالأرض أصفار للشمس، شو قولك؟ 1 بالأرض وكل ميلي صفر للشمس 156 مليون كيلومتر أصفار. كم هذا الرقم؟ هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية
قيمته صفر، أي رقم. فأنت مخلوق للجنة، موعود بالجنة، موعود باللانهاية. لذلك الإنسان نفسه لا نهائية، لأنها مصممة لمعرفة الله عز وجل، مصممة لمعرفة الله. فالإنسان إذا اختار هدف نهائي محدود، اختار المال ووصل إليه، انتهت سعادته. اختار منصب رفيع وصل إليه، انتهت سعادته. أي شيء تختاره من الدنيا. لذلك من حكمة الله عز وجل أنه ما سمح للدنيا أن تمدك بسعادة مستمرة بل متناقصة، رحمة بنا. أي شيء جديد له بهجة. شهر انتهى، ما كان عندك مركبة اشتريت مركبة، أسبوعين ثلاثة عادية بتصير بعدين. والبيت كذلك، حتى والزواج كذلك. الإنسان إذا وصل للشيء، يعني ما سمح الله للدنيا أن تمدك بسعادة مستمرة بل متناقصة. فيا أيها الإخوة، هذا الأمر يقتضي أن أتطرق إلى مفهوم الشباب. من هو الشاب؟ تستغربوا، قد تجد شاباً في 90 من عمره. شو قولك؟ إذا كان هدفك أكبر منك فأنت شاب دائما. أما إذا اخترت هدفاً محدوداً ووصلت إليه، انتهت سعادتك. لذلك أهل الدنيا لهم حالة صعبة، عندهم سأم وملل ومعهم ملايين مملينة. هذه الدنيا ما سمح الله لها أن تمدك بسعادة مستمرة أبداً. ما سمح الله لها أن تمدك بسعادة مستمرة، لكن تسعد بمعرفة الله. من هنا يختلف الموضوع بين اللذة والسعادة. دقيق. اللذة حسية، تحتاج إلى طعام جيد، إلى منزل واسع، إلى وجه صبوح، هي اللذة. أما السعادة تنبع من الداخل، اللذة تأتيك من الخارج. ومع لفت النظر الدقيق أن اللذة تحتاج إلى صحة وإلى مال وإلى وقت، ولحكمة بالغة 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 دائماً ينقصك واحدة من هذه. بالبدايات صحة طيبة، وقت فيه بس ما في مال. بمنتصف العمر صار في مال وفي صحة بس ما في وقت. تقدمت به السن، المعمل سلموا لأولاده، صار في وقت وصار في مال بس ما في صحة. يعني هو اللذائذ لا تتحقق إلا بالصحة والمال والوقت. ولحكمة بالغة بالغة دائماً ينقصك أحد هذه المقومات. أما السعادة الحقيقية تحتاج إلى صلة بالله عز وجل. فالمتصل بالله سعيد في كل أحواله، يعني في السراء وفي الضراء. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يا أخوان يا كرام، أنت إذا عرفت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. والحمد لله رب العالمين.